أزوم رمضان إيجايا نسرس مكتبتان تيميورين نوفكان لامور تين ماتشا دتقوني إيموسان ارتوكادن سكزيك الحالة الفايت نظوم إتودرت أولا الراحت انتخسي نوفكان الصيام يعني من بحال اللي يحميك من السمنة، يعني كيكونترولي الكوليسترول في الدم. بيان سور من غير فوائد نسخ الجهاز العصبي لأن أنتي ستريس، يعني كينقص من الأعصاب والمشاكل النفسانية اللي كيعيشها الإنسان بصفة عامة. الفايت مزواروت تينماس نوديس نغ الجهاز الهضمي بيقوزوم ودباه يستوهمان الراحة نسا. في الشهر الجهاز الهضمي تايح شوية باش ريح تايح يعني 17 ساعة 16 ساعة تغمس باش في جل ليكيليبر، يعني جن واحد التوازن في الأعمال الوظيفية ديالو، فهمتيني. وكي مثلا الخلية ولا داك لو تيسو داك العضو كيعطيه الراحة باش كيقدر يعيش مثلا بزاف. إما دقات تيموكريسين اسمهم وين مدن اكتغزي نظام نويور رمضان دي شهر رمضان الجسم توقع يستص التقلبات، إن النوم تسواس تتصاد مديد خو تعقب العكس، يعني وانت تشغص نهار يكمل ومن بعد غاد مديد ولي باش نتص هذه أول حاجة. ثاني حاجة يعني يخسرنش باش نضبا يعني من نضيع دونك الطاس يعني في هذه الحالات هادو كيوقعوا المشاكل في الجهاز الهضمي، وعلى الخصوص كاين مشكل ديال القرحة المعدة، مشكل ديال يعني الشنقاص السحبوش الاستوماغو، الحموضة يعني إزا، القبض الكونستيباسيون، والمشاكل ديال الهضم عصر الهضم يعني الفرنسوية لي تروبل ديسبيبتيك. تيميورين ماتشا دتغاوسيوين وردو سنين ولا سدريس نتا الساعين تقوني أي جانيس راقن نتموكريسين قوزوم. حن مثلا ناخذوا القرحة المعدة، تحبوش ديال المعدة، تحبوش ديال المعدة يعني أصلا بلا ميمور تتشا المعدة نتفرز بعض المواد تريت أسيد تريت بحال ما القطع، دونك وهادو يعني مادام الانسان يتروي الشيشه دونك المعده نسخوا دونك تاثر خ الغشاء الزور وقع مسقن المعده، دونك ممكن تكون القرحه المعده. حتى ما الانسان توصل القرحه المعده لرمضان ممكن خسرني، ممكن الضعف، ممكن الضغط. بالنسبه لا كونستيباسيون، بالنسبه مثلا القبض يعني لا مستشفيات امان الطاس، دونك نسن بلا امان ضروريين الجسم الانسان ونستشفي امان الطاس. الجسم يخصها يولف مرحله من مستشفى امان، دونك انت الجسم يخصو السفور شي امان الطاس عاود برا. في هذه الحالات هادو تخرج من هذا تفنزيس نوامان دوك قدورن قصحن هل مسقن هل كونستيباسيون هل قبض عاود اني مثلا المشكل البوله نوامان الصائم يعني كناخذ واحد مثلا يبدا نستنشق التسامان يتير غاسن اللون نوامان سن تيصفر الطاس ان تير ناقصين سوا ما تير كونسونطري الطاس. دايوغ بهذه المناسبة حتى الناس اللي كيكون عندهم مثلا حجرة في الكلاوي ممكن دايوغ ما خصهمش يصوموا، ممكن تأثر عليهم الصيام
نعم جاشي نودن عاود تعانى الناس عصر الهضم وبنا ميتي تحس شويه سعود ديسنسي تقساس يتوف وشيمان يعني مش روك متحس خاصن مشكل كاع ديسنس ويجي شاملح يتحس يعني مديرونجي يعني في هذه الحالات هادو الانسان كياكل دغيا كياكل بالزربه إن خصو ياكل دغيا باش يشبع. هذه طريقه يعني ماشي مزيانه. وحنا في العادات ديالنا في الطاوله ديال المغرب في وجبه الفطور ديال وقت المغرب ما تحطط يعني تيتصل السكريات اتصل الزيوت الحوايج مقليين ما كيكونوش ما ولتيش الخضار ولتيش الفواكه. المسائل يعني مره النوع الماكلين ديال رمضان ممكن أتوش عصر الهضم وخصوصا دي سيمانه الاسبوع عام الزوارو ان الجسم التيري مازال النوم يجن مده 11 شهر النوم يجن قاعده ومن بعد يجي الشهر سي مثلا الزوارو تتبدا خاصها تسرح حوايج دونك توقعنا عصر الهضم. تيموضانين نصرمان المعدات الزكت عصر الهضم تيلينا ماسن رمضان صدارنا ورقوني سراق النظم وحدات. ولكن بعض الحوايج يعني واحد الحاجه مهمه بغيت نقولها ان الناس اللي كيعانيوا بهذا الشيء كان ممكن يكون مشكل غذائي ولكن ممكن ان كاين موراه شي حاجه اخرى اللي ما خصوش الانسان. مثلا الناس اللي كيكونوا كيعانيوا بهذا الشيء في رمضان كيزيد عليهم الحال ولا كيكون كيعانيوا قبل رمضان كيزيد الحال في رمضان ولا كيعانيوا في رمضان وكيبقى مور رمضان خصهم ضروري يمشيو عند الطبيب باش يديروا التشخيص. الناس يقدر يكونوا مشاكل اخرى اللي كتكون شويه خايبه. ديموكراسينا دي الساحه المدن قيد ولا زال رمضان مزدين لامور استغاره سين السمري دات غاوسيوين اردو سنين تيرام التميورين خشنين الماتشا مدقان تيف الساينسن. اولا يعني وانت تشيطاس دونك مثلا تديري مهمه الطاس باش ما قاص يزر شويه غير عشي القيلوله لا سيست هذه مزيانه للجسم باش كيرتاح ويسوفوغ لي ديشينس فهمتي. ثانيا الماكله ما مشاش نحتاج يعني الماكله خصها تيري ولي الشاس السكريات الطاس ما امكن نقص من السكريات العصائر الشباكيه التمر راه حتى كنديروا بزاف السكريات يعني الطبيعه ديالنا هكا ديال وكنديروا الدهنيات بزاف يعني لي غريس لا حتى لي فريتور كناكلوا حتى نشبعوا ما خصناش ناكلوا حتى نشبعوا. مثلا بسيط مثلا باش نجي نكس المغار في الفطور ممكن انسان ياخذ مثلا تمره شويه الحليب سخون شويه الماء باش نصلي المغرب وفي ذاك 10 دقائق ديال صلاه المغرب الجسم كيوظف راسو باش يتقبل الماكله الاخرى بلا ما يوقع في المشاكل من اولها. ومني غادي نولي من المغرب ممكن ناكل اي حاجه كما قلت لك ولكن تكون شويه ناقصه من الدهنيات من السكريات من العصائر نكون نكثر شويه من الخضار ناكل بشويه عليا. أزوم من رمضان إيجايت سوريف نسونفو دوس ماينون تيخسينو فقان اكتغزي نيان ويور قوسوكس مدنا ازدارا قيس فايدنا يكحضان نسنجيدي نختوازون قرتيرام دت غاراسين فولكينين انمتشنسن. إميار فقان ماتشاد مسفيك تغزين واس بران رمضان قوزوم أرتقلا بنتيرا من واس صقيض دارات رمضان أرداغي توري اسماتشان وزال مدقان تيغاراسين صحانين إزدار يدفوريان يوسقلبات انتيزين تيرام نأمن نتفر الخروج من سيدنا رمضان عاوتاني نبدل الرجيم الأكل الرمضاني على الرجيم الأكل الإفطاري. الرجيم الأكل الإفطاري يخصخ دي السيمانة الأولى دي السيمانة مزواروت نعيد غير الطريقة العادية نخدم مشلي بغسل الحيط
غاس بشويه 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 مع هذا المعده النخ الطرف يعني الهيكله النس الفيزيولوجيه اكد الهيكله النس الهرمونيه اكد الهيكله النس الميكانيكيه دي 7 ايام تم زوارات نخرج من رمضان او دي 7 ايام تم زوارات ندخل من رمضان. إمساس رمضان دون بدو قطعة الفاكيت الخضرت ما تقال فايت نكراقيس تغرسين الماتشنسن الفواكه نتشنت يعني سواخ دي انواع الفواكه الموسميه ترى الا غرنخ الدلع الا غرنخ البطيخ الا غرنخ دابا النفا اديل الفوائد النس لا تعد ولا تحصى. والنصيحة هو أنه الأديل يخصها خانتش أديل أكل العظم النس تزريت من إلا ندير العظم الواديل إلا ديكس إيجل الأنتي أوكسيدون اللي القوة النس توجر القوة الفيتامين سي 47 مرة. دي واديل هي لو سيلينيوم هي لو زنك وزغوسان نسيو دي سيلينيوم سي ان انتي اوكسيدون يغودا بزاف الا داك الزنك الا يتورار يجي الدور مهم ديال الدماغ ديال الحركات الكهرومغناطيسيه ديال الدماغ ديال النشاط الفكري دي مجموعه المسائل واللي غرسن الفوائد ديال الدماغ الا داك كذلك هذا الانتي اوكسيدون رقم 3 اللي الفوائد ديالو متعدل ها الا يعني ينقص دي الشيخوخه ها الا يعني الا ينوتراليزي لي راديكو ليبر كي سون ريسبونسابل مجموعه من الامراض السرطانيه. الخضر الموسميه الا الحمد لله ترى الا تلا الفلفله تلا المطيشه تلا البصله تلا الا خيزو البصله المطيشه اكل الفلفله اكل البصله اكل الخيزو غاس هاد الربع الخضروات الا ديك سن اجن الصيدليه لا تعد ولا تحصى يخصها عاد النزير واش هاد المواد هذه ورت لي ديك يعني المبيدات الحشريه ولكن مش تلا المبيدات الحشريه ترى هاد واش يعني يجي النصيحه يميت نقاح السن حما ادي يعني ادي يسيرن المواد تد من الخضروات ادي الطفن ادي صغان الفواكه من الخضروات يمزين لحقاش نوفا انه دي الخضروات يمزين التركيز المواد الضاره يدروس بالمقارنه اكل الخضروات الفواكه من انقرن امزوانو نصيحه امزوان نصيحه سنات يعني خصها نشطو ريحه الخضره مش نوفا ريحه المطيشه دي مطيشه يعني اي المطيشه الى ديك سقاح المكونات الغذائيه الاساسيه. النصيحه الثالثه زكيسان النتف اكل الخضروات غير الكوزينه خصها ان يقاح الخضروات دي جن نسطل ونيلا تيمنسي الملحه لمده 10 دقائق يعني الحمد لله الملحه مده 10 دقائق لا تسقاح المواد الغير طبيعيه المواد يعني المبيدات الحشريه. والنصيحه الرابعه قبل ان نقاح الخضروات ولا قاح الفواكه يخصها ان الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هكذا 4 نصائح دار قاح المشاكل التغذيه ان شاء الله ولا مشاكل الفطريات ولا المشاكل المواد السامه وريتات في غير الجهاز الهضمي ولا يعني ان ترجع سيدي ربي ان كل المغاربه إزرياس سيدنا رمضان الصحة العافية يعني إزالة كل مشاكل الناس العلاقة من الذات.